أهلا بكم. أثيرت مؤخرا قضية تتعلق بما وصف بأنه اغتصاب جماعي قد يكون تعرض له طفل يبلغ من العمر 13 سنة بمدينة الجديدة بموسم مولاي عبد الله أمغار. ولكشف حقيقة ما وقع وهل كان هناك اغتصاب، تعمل مصالح الدرك الملكي بالمنطقة على تعميق البحث من خلال إخضاع القاصر الضحية للخبرة الطبية تحت إشراف النيابة العامة. مزيد من التفاصيل في روبورتاج عادل بوسكري، تحرير حسن لحماتي. بعد ظهر اليوم زار فريق الروبورتاج التابع لمكتب مراكش مدينة اليوسفية للاستفسار حول قاصر يقال أنه اغتصب من قبل أكثر من 10 أشخاص بموسم مولاي عبد الله، ما أثار قلق البعض. تلقينا واحد المكالمة هاتفية من طرف الجيران ديال الطفل الضحية القاصر اللي كيبلغ من العمر 13 سنة، يتيم الأب والأم كتعاني اضطرابات نفسية. جينا في إطار المؤازرة، دار ليه المواكبة ودار المتابعة من العلاج، وكذلك يتفتح تحقيق من طرف الضابطة القضائية بناء على التعليمات ديال النيابة العامة. أحيل القاصر على قسم المستعجلات بمستشفى الأميرة لاله حسناء باليوسفية، وذلك يوم السبت الماضي، حيث تمت معاينته من طرف الطبيبة المداومة. بعد ذلك تمت إحالته على المستشفى الجامعي لمدينة مراكش، لكن الفحص لم ينجز هناك. وبعد فحص حالته تبين أن الطفل يحتاج إلى عرضه على طبيب مختص وعلى طبيب شرعي. نشير كذلك أن هذه المسطرة تمت تحت ظروف جيدة وبتنسيق مباشر من طرف سيد عامل إقليم اليوسفية. من جهته أحال الدرك الملكي الضحية على الطبيب الشرعي بمدينة الجديدة بغرض استكمال مسطرة البحث القضائي ولمعرفة هل هناك اغتصاب أم لا. راه حاليا كي تحت الحراسة الطبية باش يقدموا له الدعم الطبي وكذلك الخبرة الطبية اللي إن شاء الله غادي نشوفوا مآلها وشنو مصير أو لا شنو كاين عند هذا الطفل هذا موراء الخبرة الطبية. هناك تحقيق معمق يقوم به الدرك الملكي للجديدة لتحديد ملابسات وحيثيات القضية تحت إشراف النيابة العامة.